علي رضوان الله عليه. يا سلام، ما أجمل أن تكون في حضرة إمام المتقين علي بن أبي طالب. لما أمه فاطمة بنت أسد التي قال عنها رسول الله وهو يحطها في التربة واداها الرداء، قلع الرداء بتاعه ولبسوا لها، وقال دي أنا سمعتها من الشيخ صالح الجوافوري سنة مثلا حاجة وستين. وهو طالع من الحفرة قال لم ينجو من قبضة القبر إلا فاطمة بنت أسد، اللي هي مرات مين؟ مرات أبو طالب، اللي هي راحة سيدنا محمد. فلما كانت حامل في جنين، سيدنا محمد قال لأبو طالب اديني الجنين ده، لو كانت بنت جوزها لي، قال له لو كان ولد هديهولك برضه. فولدت فاطمة بنت أسد، فراحوا لفين الجنين في قماشة كده وبعتوه لأبو طالب عند الكعبة. فأبو طالب قال ما تفتحوش، ابعتوا هاتوا محمد لأن ده بتاعه، يشوف ده ولد ولا بنت. فطلع علي. الأم سمته حيدر أو حيدرة يعني أسد، لكن سيدنا محمد قال ده علي. وبعدين أول ما أخذ من الدنيا أخذ لسان النبي. سيدنا النبي طلع لسانه واداله بقه فمصه، فده أول ما دخل ريق علي بن أبي طالب لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزه يبقى إيه؟ يبقى حاجة تانية. وهنا يرقد جسد الإمام علي بن أبي طالب، هنا في هذا المكان، في هذه الحجرة الشريفة اللي هنخش ليها ونحكي لكم بعض. ما نقدرش نحكي عن علي بن أبي طالب كل الحكايات لأنها ما بتخلصش، لكن نقدر نديكم فكرة عن هذا الفتى قمر بني هاشم. كان أسمر، ولكن هو كان أجمل أسمر عرفته العرب. وكان أصلع، لما كبر شوية بقى عنده صلعة. ما كانش طويل ولا قصير، كان ممتلئ. يقول لك رقبته كانت زي يعني حاجة زي عمود الفضة كده. في وصف ليه موجود بدقة بس أنا بحكيه لكم ببساطة كده. علي ابن أبي طالب، هنا سيدنا علي، هنا سيدنا علي. يعني أنت متأكد إنه مدفون هنا؟ شوف بقى، لما سيدنا علي عليه السلام استشهد في بيته في الكوفة. إحنا هنا نبعد عن الكوفة كيلومترات. المكان ده كانوا يسموه إيه؟ يعني سقف او كتف الكوفه اللي هي النجف، ما كانش فيها حاجه، كتف الكوفه. فلما استشهد سيدنا علي كانوا في بعض الروايات خايفين عليه لحد مش قبره، لان كان في خوارج وفي جنون اللي ما قتلوه ناس منهم. فيقولوا انه سيدنا الحسن سيدنا الحسين غسلوا سيدنا علي وكفنوه وجابوه يدفن في كتف الكوفة اللي هي بقت النجف فيما بعد، وبقت النجف الأشرف اللي احنا فيها حاليا. فدفنوا سيدنا علي. ويقال أيضا أنه لا، هو اتدفن هنا عشان المنطقة هنا تزوم فيها الأجساد لكنها لا تتعافى. يكون مكتوب في كتب كده. طب إيه اللي عرفنا أن هم في المكان ده مش في مكان تاني في النجف؟
لان في مقبره هنا اسمها مقبره السلام، تعتبر اكبر مقبره يمكن في العالم، لان فيها اكتر من 6 مليون. العراقيين معظمهم بيدفنوا موتاهم، بيجوا من اي حته في العراق في مقبره السلام. طب هو في الحته دي ازاي؟ يقول لك انه طبعا اللي حكموا ما كانوش بيحبوا سيدنا علي. الحاكم الوحيد اللي حب سيدنا علي على ما يذكر في التاريخ يعني هو عمر بن عبد العزيز. هقول لك ليه، ايه اللي يجمعهم الاثنين في صفه، مش كل الصفات، في صفه انه دول حكام امنوا ان الحكم للشعب وان كل الحقوق للشعب. بقيه الحكام ما بيحبوش الحكايه دي، وبالتالي ما يحبوش سيدنا علي. يحبوه ازاي يعني؟ طبيعي، لانهم حكام دنيا. لكن علي كان من حكام الاخره، حكام الحق والعدل والحريه كمان على فكره، لانه في جزء من المشاكل والكوارث اللي تعرض لها سيدنا علي، جزء منها جاي من عشقه للحريه، نسيب الناس تقول رايها زي ما عايزه وتتكلم زي ما عايزه ويسمع كلامهم، في حين الجانب الاخر معاويه كان يقول الكلمه الحاضر، بيدفع، بيدي فلوس، بيرش. طيب فضل قبر سيدنا علي مش معروف لغايه بيقول لك ما هارون الرشيد ماشي في المنطقه هنا وكان بيصطاد، فجايب معاه كلاب بيصطاد غزلان وحاجات زي كده وصقور، فلقى ان الغزلان تجري تجري وتيجي تقف على تبه، الكلب ما يطلعش عليه، الصقر ما يروحش عليه. ايه ده؟ فبدأ قال له لي واحد يشوف ايه التبه وتيجي تقف على تبه، الكلب ما يطلعش عليه، الصقر ما يروحش عليه. ايه ده؟ فبدأ قال له لي واحد يشوف ايه التبه دي فيها ايه؟ فجاب واحد عربي قال له قول لي التبه دي فيها، قال له ولي الامان، قال له ولك الامان، قال له هنا مدفون علي بن ابي طالب، وبيقولوا كمان ممكن يكون مدفون ادريس، ممكن يكون مدفون نوح، ممكن يكون مدفون ادم، يعني بقعه ليها قصص كتير مقدسه لكن فيها علي بن ابي طالب. قام هارون الرشيد يشكر يعني يدوم العز، هو خليفه عباسي يعني ابن عمه، يعني ولاد عم عباس، يعني من بني العباس، عباس عم النبي اللي هو يعتبر عم سيدنا علي برضو. قام راح عم عليها قبه صغيره ومن هنا اتعرفت، وبعد كده كل حاكم عايز يتودد للناس يكبر المقام بتاع سيدنا علي ويعمل اللي هو عايزه، يوم الناس تحبه لانه بيكبر مقام سيدنا علي، ويكبر مش مقامه، المقام، لان مقام سيدنا علي كبير غصب عن اي واحد فيهم، هو مقامه كبير قوي لكن يوسع. ولما جيت انا هنا حاجه و90 كان حاجه غير كده. دلوقتي عمالين المسائل تكبر زي ما قلت لكم، السيره الحلوه ما تخلص، تبدا وتفضل تكبر تكبر. في ناس كتير قوي تبقى سيرتهم كبيره وتفضل تصغر تصغر لغايه ما نلاقيهاش، انما في ناس من كتر حلاوه سيرتهم تبقى كده وبعدين تبقى كده وبعدين تبقى كده وبعدين تبقى كده. علي بن ابي طالب من هذه الشخصيات النادره في التاريخ. شوف هو اصله ما كانش نبي، يعني هو ما نقدرش نقول عليه انه نبي، هو ابن النبي فمتربي في حضن النبوه، فهو اختار ده، اختار الايمان بكل كيانه من وهو صغير، واختار يبقى الفارس اللي راح لعمرو بن ود. فالمعركه دي انتوا عارفينها بس هحكيها لكم تاني برضو لان نصها لطيف جدا. الفارس ده واقف بقى مفيش حد قده، عمرو بن ود ده جايبينه بقى قريش عشان يحطم الدنيا. فخرج، هل هو كان اقتحم كده في الغزوه بتاعت غزوه الاحزاب، فاقتحم ودخل. هل من مبارز؟ مسلمين محدش بيتكلم خالص. سيدنا علي انا له يا رسول الله،
يقول له يا علي انه عمرو. قول له ان كان، لا ليكن يعني. 3 مرات يتكرر الحوار ده لغايه ما قال له اخرج له يا علي. علي ده عنده 20 سنه يعني عشرينية كده. لا ليكن يعني. 3 مرات يتكرر الحوار ده لغايه ما قال له اخرج له يا علي. علي ده عنده 20 سنه يعني عشرينية كده. فخرج للراجل، الراجل بقى مدجج بالسلاح وملابس الأدرعة. من الفتى؟ في الكتب كاتبين تعبير لطيف أقول لك، قال علي ولم يزد، بس أنا علي. ما قالش علي بن أبي طالب، قال له أنا علي. علي. قال له ابن عبد مناف، قال له علي بن أبي طالب. قال له يا ابني روح انت، في عندك من اهل اعمامك من هم اسن منك، وانا احبش اقتلك وانت صغير. قال له بص، احنا كنا نسمع عنك ان انت راجل لما تتقال لك اكتر من راي تسمع راي منه. قال له ايوه. قال له طب اسمع، عندي ليك عرضين، اما ترجع من حيث اتيت وانت مالكش دعوه بالقصه دي، او قال له والتاني، قال له ان تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له اما الثانيه ما انا مش عايزها الثانيه دي، اما الاولى فانا ما اقدرش ارجع، والعرب يقولوا الراجل انسحب، فانت روح ابعت لي حد. قال له ابعت من هو اسن منك، فانني لا اريد ان اهرق دمك. قال له ولكن انا احب ان اهرق دمك. للراجل الفحل ده بيقول لك نزل عليه بالسيف فكأنه نار نزلت على الدرع بتاع سيدنا علي، كسرت الدرع وعورت سيدنا علي. راح عمك علي طلع السيف، جيب قطع السيف، الدنيا بقت غبار غبار غبار، مش شايفين حاجه. ثم صوت سيدنا علي يكبر الله اكبر، وانقشع الغبار. سيدنا علي قتل عمرو بن وتر. فارس 20 سنه، وبعدين مش بس فارس، مقدام مش همه حاجه، وهكذا عاش حتى النهايه، حتى نهايه علي بن ابي طالب. حتى في الحروب الاخرانيه بتاعته يعني كان رفيق جدا. ويمكن انا حكيت لكم الحكايه دي، بحكي لكم في معركه الجمل لما التقى بالزبير بن العوام وقال له يا زبير، ما راح بقى في المعركه الزبير في جهه وطلحه الاثنين مبشرين، وستنا عائشه على الجمل، سيدنا علي في الطائفه الثانيه. فخرج سيدنا علي، قال علي بالزبير. اين الزبير؟ قال الزبير. قال له أتذكر يا زبير يوم التقينا وقال لك رسول الله أتلتقيان وتتحبان، ويوما تلتقيان فتكون يا زبير في الفئة الباغية؟ قال له والله ما تذكرتها إلا اليوم، والله إني لا أقاتلك أبدا يا علي. ومشي الزبير. دي موقع مهمة للناس فاكر إن هم تقاتلوا، هم ما تقاتلوش. مشي الزبير، لكن في حد قتله في السكة، ودي قصة تانية. سيدنا علي الفارس الأسمر الذي لم يهزم في منازلة قط، وكان أجدع فارس عندهم في العرب. لما يتزنق ومنهم عمرو بن العاص هيقتلوا علي خلاص، يروح شايل الجلابيه، لان علي عليه السلام لم يرى عوره ابدا ولا عورته، لذلك كرم الله وجهه لدي، ولانه لم يسجد الجلابيه، لان علي عليه السلام لم يرى عوره ابدا ولا عورته، لذلك كرم الله وجهه لدي، ولانه لم يسجد لصنم. فلذلك نقول كرم الله وجه علي بن ابي طالب. يظل هكذا نتحدث دائما عن الابطال، عن الناس المقدامه، عن الناس العاشقه، حتى تعلم ان لها، الناس العاشقه تعلم ان لها دائما عشاق.